كلب بلدي على سطح الهرم. الحضارة المصرية القديمة أو الفرعونية مليانة أسرار، وأولهم الأهرامات. خلال الكام يوم اللي عدوا اتصدر مشهد طلوع كلب بلدي على سطح الهرم، وده كان الترند اللي ممكن كمان يومين وينتهي. بس اللي مش هينتهي هو عظمة الحضارة. أسئلة أكيد جت في دماغك، وخصوصا بعد المشهد ده: إزاي الكلب عرف يطلع على قمة الهرم؟ بس خلينا نسأل الأسئلة المهمة: إزاي الفراعنة عرفوا أصلا يرفعوا الحجارة اللي اتبنى بيها الهرم؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بص يا سيدي، الأهرامات دي فكرة جت بالتدريج. يعني أصلا بدأت بإن الفراعنة كانوا عايزين يعملوا مقابر ليهم، بس تكون بشكل يضمن أمانهم في رحلتهم لحياة البعث والخلود، لأن المقابر كانت بتتعرض للسرقة من اللصوص اللي كانوا بيدخلوا المقابر وياخدوا الحاجات اللي دفنها الملك معاه من أدواته وكل مقتنياته، لأن كان في اعتقادهم إن في حياة البعث والخلود، وإن الملك هيحتاج الحاجات دي في حياته التانية. وطبعا حاجات الملوك بتكون من ذهب، فاللصوص بيسرقوها. وهنا جت فكرة المقابر اللي اتحولت لأهرامات، وده زي ما أغلب المصادر بتقول. وكمان في آراء تانية بتقول على إنها مستحيل تكون مجرد مقابر، بس هبقى أحكي لك عنها بعدين. كانت بتتبني غرف تحت الأرض بعمق معين، وبعدين يتبني عليها مصطبة لحد الملك زوسر اللي عمل هرم سقارة من 4700 سنة قبل الميلاد. وده كان أول بناء حقيقي للهرم بالشكل اللي اتطور، واتبنت بعده الأهرامات ب70 سنة بس. يعني عمل غرف للدفن العادية وحط عليها المصطبة العادية، واتحط عليها طبقات تانية من المصاطب عشان نوصل للشكل الهرمي المدرج اللي كان بتخطيط من المهندس المعماري وقتها، وكان اسمه إمحوتب. المهم زي ما قلت لك، بعدها ب70 سنة اتبنى الهرم الأكبر، واللي كان التطور في أسلوب البناء بتاعه بالنسبة لهرم سقارة تطور رهيب جدا. وإن الفرق ما بينهم يكون 70 سنة بس، ده إعجاز هندسي، وتحصل في 70 سنة بس ده أمر غير منطقي. يعني كان محتاج لمئات بل آلاف السنين عشان يحصل التطور ده. نيجي للسؤال المهم: إزاي الفراعنة بنوا الهرم؟ قبل ما هقول لك ليه المفروض تسأل السؤال ده. الهرم وقت ما اتبنى كان أطول مبنى على وجه الكرة الأرضية، وإحنا المفروض بنتكلم عن حياة بني آدم مفروض إنه بدائي، ما عندوش التطور اللي أنت تعرفه دلوقتي في تكنولوجيا البناء عموما. يعني ما كانش فيه ونش ولا الرافعات اللي حاليا شغالين بيها، ورغم إنها موجودة لسه عاجزين، ومفيش مبنى عارفين نقارنه بالهرم. يعني في الأول وفي الآخر دي حاجة بيعملوها البشر تحتمل نسبة خطأ، إلا ده ولا غلطة هندسية. وده اللي خلى فيه نظريات بتقول إنه اللي بنى الأهرامات كائنات فضائية، وده برضه هنبقى ندردش فيه سوا. أما النقطة التانية فهي حجارة الهرم، اللي كانت عبارة عن أحجار حجرية وأحجار الجرانيت والبازلت، واللي كانت بتيجي من أسوان. ودي الجملة اللي لازم تقف عندها. عارف يعني ايه حجر وزنه 80 طن يجي من أسوان في وقت ما كانش فيه حتى العجلات الحربية؟ وأكيد هو مش حجر واحد، لأن الغرفة المفروض اللي جوه الهرم كلها من الجرانيت. في نظريات بتقول إن الحجارة دي اتنقلت عن طريق النهر، لأن شكل الأرض ما كانش بالشكل اللي أنت تعرفه النهارده. يعني النهر كان قريب جدا من مكان الأهرامات، فكان بيتقطع الحجر ويتحط في مركب، وبقانون الطف بيوصل من أسوان لحد الجيزة. هتقولي ماشي يا ست فهمنا، هقولك ما تكلمنيش كده، بس برضه هكمل. وده بخصوص الغرفة بتاعة الدفن اللي جوه الهرم. الأحجار اللي بره بقى دي اترصت بالشكل ده ازاي؟ أو أصلا قطعوها ازاي؟ وزن الحجر كان من 2 ل 3 طن، وده بالنسبة للأحجار اللي هي في قاعدة الهرم. أما اللي فوق فهي في حدود طن، ودي مش أرقام صغيرة نهائي على بشر بدائيين، واللي المفروض يحركوها من غير حاجة خالص. ففي نظريات لعلماء المصريات إن المصري القديم اعتمد على إنه يقطع الحجر بالنحاس، اللي ما كانش نقي وقتها فكان صلب أكتر، فبيعملوها على شكل منشار كده ويقطعوا بيها ويحط تحت منه رمل، وده اللي كان بيخلي عملية التقطيع أسهل. أما النقل فكان عبارة إنهم بيحطوا الحجر على قضبان معمولة من الخشب ويشدوها العمال. وطبعا أنا بكلمك في الهرم الأكبر بس، اللي أعداد الحجارة بتاعته 2.5 مليون حجر تقريبا، ده غير ارتفاع الحجر نفسه. بس خلينا نقول إنهم قدروا يحركوا كل الحجارة دي وعملوا القاعدة بتاعته. طلعوا بقى إزاي لهرم ارتفاعه كل ده 150 متر؟ وده سؤال زي ما جه في ذهنك جه في ذهن العلماء كمان، وافترضوا ان اتبنى حاجه حوالين الهرم كده زي السقاله ملفوف حواليه،
ويكون بارتفاعه. بس دي كانت فرضية ضعيفة لأن الهرم كان سطحه الأول ناعم جدا، لأنه كان مطلي بمادة حجرية بتلمع أول ما الشمس تخبط فيه، وبسبب عوامل التعرية حصل تآكل من بره، وبالتالي مستحيل يكون اتعمل من بره. لحد ما عالم فرنسي مهووس بالحضارة المصرية فسر الممرات اللي هي معمولة جوه الهرم بشكل لافف جوه الهرم إن دي الممرات اللي كان بيتنقل من خلالها الحجارة. وده هيكون منطقي شوية، ولكن برضه هنرجع لنقطة ونقول لك قد إيه كانوا هم برضه إعجاز، لأن الممرات دي مظبوطة بالسنتي، وده معناه إنهم عشان يعدوا حجر لازم يكون مقطوع بالمقاس بالظبط، وأي غلطة هتكلفهم كتير قوي. ده غير النظريات اللي طلعت لبره حدود العقل، زي إن ارتفاع الهرم ده هو نفس المسافة ما بين الأرض والشمس، وإن مكان الهرم في مركز الكرة الأرضية بالظبط، وإن معدل الانحراف بتاع أي مبنى في العالم فيه احتمال خطأ بسيط إلا الهرم. ومن هنا جت نظرية مرعبة عن الهرم، وإنه أكبر بكتير من كونه مدافن، ده مركز طاقة الأرض. ودي نظرية تسلا. قولي لو كنت تعرفها أو ما تعرفهاش في الكومنتات، وما تنساش اللايك والكومنت والشير على الفيسبوك، وكمان تتأكد إنك عامل سبسكرايب على اليوتيوب. أنا مريم رجب، كنت معاكم في ما وراء الحاجات.